لأغاني اختيار ربما نصوص جديدة؟ أكيد تم في الآونة الأخيرة سجلت عمل فني يتكلم عن ظاهرة اجتماعية تعيشها كل أسرة جزائرية أو كل عائلة. يعني شوفي نقدر نقولوا عائلة أو أصدقاء ولا نتكلم على المحبة نسيت هي اللي دي فيتيليتي يفرقوا ما بين زعما نقولوا اونتر دي زامي ولا اونتر دي مومبر دو لا فامي ولا درتو عمل اجتماعي من كلمات الدكتور الشاعر رائد ناجي، ألحان الملحن أحمد بطحة من تركيا، باللغة درجة بالدرجة تاعنا بالدرجة تاعنا موسيقيا من الخارج وكلمات كلمات من فلسطين. من فلسطين. اي فلسطيني وكتب لي بالدرجة الجزائرية. تحية ورائد ناجي. دكتور رائد ناجي هو أستاذ في الجامعة فلسطيني، تحية له، نوجه له تحية. عمل فني في منتهى الروعة، يتكلم كيفاش زعما نقولوا يتخلق مشكل من العدم، دي فيتيليتي يخلقوا مشكل يفرقوا انتر دو زامي ولا زعما نقولوا فخاغي سور ولا زعما نقولوا زوج وزوجة، زوج وزوجة وكذا، كيفاش تنعالجوا هذا الأمر. عمل فني ان شاء الله يتصور عن قريب فيديو كليب. كما قلت لكم قبيله اذا كتب ربي جونفي ان شاء الله نكون خارج البلاد، ممثلين للجزائر اذا وفقني ربي سبحانه. اما فيما يخص الالبومات دوكا فكره الالبوم اصبحت تقريبا منعدمه، دوكا ولا السينجل ولا يمشي في لي ريزو سوسيو سو يوتيوب ولا انستغرام ولا تيك توك ولا حطي ان بتي اكسكري تاع عمل فني ولا كوفر. مؤخرا نخدم بزاف لي كوفر في الاعمال المشرقيه والطربيه، ولقات الناس بزاف حبوها ولقات اقبال بزاف هنا يبقاو الناس يقارنوا فيك بالاصوات. الكوفر نديروا مره ولا اثنين، لكن كل مره نقارنك بكاظم، نقارنك بوائل جسار عاودتها، نقارنك. فوقتاش نسمعك انت؟ فيما يخص المقارنه هل هو خوف من المغامره؟ لا بالعكس، ليس خوف مغامره. انا فيما صوت ما شاء الله زعما ليس. شوف لي كوفر اللي نقدمهم باسلوبي الخاص، يعني يبقى عمل فني لفنان معين. انت كدير كوفر لوائل جسار فيقارنوك بوائل جسار بلمستك الخاصه. اكيد. بص شوفي تستقطبي اكبر نسبه مشاهده واعجاب في عمل فني زعما سمعوه من قبل لكن باسلوبك انتيه. كاين بزاف يسمعوا مثلا نقولوا كما قلت وائل جسار، كما العمل الفني سجلته مؤخرا في ثلاث ايام ولا طلع لي نسبه مشاهده اللي ما كنتش متوقعها خلاص، ولقيت دي كومونتير يكتبوا لي جور علاش ما تغنيش غير الشرقي، واحد يقول لي جزائري وتغني شرقي، هل انت جزائري؟ وكانهم حاقرين الجزائر اللي فيها طاقات وفيها مستويات كبيره فيما يخص الاداء والاصوات. اما فيما يخص الاعمال الفنيه الجزائريه الاصوات كاين عندنا دي فوا الله يبارك. لكن هذا الطرب واش الموسيقى يعني والاغاني الشرقيه قليل اللي يتوجهوا لها، بصح في لي ريزو سوسيو يسمعون بزاف ناس. يعني ديالنا المغنيين الجزائريين فنانين الاغاني الشرقيه في الجزائر ما كانش السوق، ربما كيجي فنان يتبعوه يروحوا له الحفله وتحبس الخبر. لكن عمل فني لانه عندنا الطبوع الموسيقيه نتاعنا تكفي يعني غنيه. مالوف اندلس حوزي توسكي كما نقول لك تقاليد جزائريه او طبوع جزائريه يعني اتقنها الحمد لله، ونغنيها عادي في محافلي في افراحي في مناسبه مولد النبوي الشريف. حتى الاعمال الوطنيه عندي عده اعمال وطنيه فاتح نوفمبر 5 جويليه كل ما تحتويه الجزائر من مناسبات. لكن علاش قلت لك انا نحب نقدم حاجه طربيه ومشرقيه باسكو تساعدك على اتقان كثير من العرب واكتشاف مساحه صوتك، وبعض الاعمال او بعض درجات نوطات في الصوت تاعك ما تكتشفيهم عن طريق الانشاد. لكن في الاعمال الطربيه والمشرقيه تقولي سبحان الله انا مساحه الصوت. مساحه الصوت كانوا استعراض لعضلات الصوت، استعراض عضلات الصوت تاعك. الله واش ندير وطون كو جو شونت الطرب والخليج نابليكي هذوك الاكتشافات اللي اكتشفتهم في الصوت ديالي في الاعمال الفنيه الخاصه بي انا. اما فيما يخص الالبوم ما عنديش كاع فكره اني نطرح البوم قد ما ندير دي سينجل دي كليب باسكو دوكا باش هذه الفكره الرائجه. اهم في السؤال هو تغامر دير كلمات تاعك عندي اعمال فنيه من كلماتي والحاني، منها حنان امي، منها قلب امي، منها اعشقك، منها زوجتي. اعمال فنيه اللي لقات استحباب ومن خلالها اللي رحت بها للخارج. ما طونبي با يكون كاين اقبال، لكن واش درت كي كتبت عرضت الاعمال الفنيه عن شعراء اللي صحوا لي بعض التشكيل كما نقول لك صدر واعج كيفاش حتى دخلت فيها النونيه كيفاش تقفل وكيفاش تبدا باش طرحت الاعمال الفنيه منهم احبك زوجتي. احبك زوجتي عمل فني اللي سمعوه قال لك فيه كاع الغزل وانا قلت زوجتي تغني احبك ما نحبش نزوج يغني على زوجته المستقبليه قال لك غنيتها باش نزوج يحب يزوج يغني كلمات من اروع ما يكون لرائد ناجي. هذا اتصالي العاشر اسمع حبي اتصلت بك 10 خطرات وما رفدتيش بصح كي رفدتيش حبيتك اكثر انت زوجتي ما رايت صلاحتي يعطيك الصحه. وكانه لم يمضي نصف ساعة إني أراك عاشقا لحبي أنت وأنا. عباك واحد الكلمات يعني في منتهى الروعة لدرجة وين وصفها
انه كي يدخل البيت تسنى بوكيت فلور، حنا الجزائريين نسناك بوكيت فلور المقله ولا تقول لك لا لا المرأة الجزائرية أحسن. امزح فقط. هذا النقطة بك حبيت نحكي فيها. حسن إذا تسمح لي برك، اسكو البداية تاعك كنت كمنشد ولا مغني؟ لا بدايتي كانت جافي 14 اكتشفت الموهبه تاع الصوت اللي نعمها ربي سبحانه وتعالى في صفوف الكشافه الاسلاميه الجزائريه. كنت عضو في مجموعه صوتيه يعني، كنت نحشم نخرج للواجهه. الو خرجوني الواجهه بالسيف، اديت عمل فني قديم يتكلم تانيك على الام. من بعد لقيت اقبال، قال لك خلاص ما تجيش تخدم. ما نقدروش نقولوا يعني انك انتقلت من الاناشيد للغناء مباشره. بصح انا ما انتقلتش للغناء. ما انتقلتش للغناء. لا ما انتقلتش للغناء. انا في بدايه مقبله تكلمنا قلت لك انا اغني كل ما هو هادف وفيه اصلاح. اسكو هذا الشيء سبب لك يعني انتقادات ولا مضايقات من الجمهور تاعك؟ نكونوا صراحه، كي بديت نخدم بعض الاعمال الفنيه المشرقيه لقيت ماشي انتقادات يعني واش حسن كيفاش من مديح رحت جوستومون هذا النقطه اللي حبيت بصح نتاكد على الموضوع اللي غندوي المشرقي هو موضوع اجتماعي. ما غنيش على حاجه منافيه. هو رساله، يبقى رساله. اذا كانت الرساله هادفه وقال لك ما حبيتش نشارك في برامج لانه يقترحوا عليك بعض المواضيع اللي انا رغم اني نقولها يعني بكل فخر واعتزاز، في كل مسابقه كنت نشارك بكري كنت مؤمن يخرجوني ما يقبلونيش خلاص. نقولها بديت ونغني، ولجنه التحكيم كانت يعني بصريح العباره كانت يقول لك سبحان الله صوتك تسمى قادر دير به اكثر. الوغ جي كوبي انا المسابقات، كنت حتى كما نتعلم اسلوب الغناء كيفيه الغناء. كي تمكنت من الغناء وليت نشارك في مسابقات نتحصل على مراتب الاولى، بعد انزاه نجبد روحي. ما حبيت نشبر نسمع راي لجنه التحكيم، لكن باش نلحق الفينال نقولها مباشره وهم يسمعوا فيا ناس. ما كنتش نحب نلحق الفينال قد ما كنت نحب ندي نظره تاع الناس، راي لجنه التحكيم فيا. تقييم هذا تشجعني بزاف وتقول لي اسمع صوتك يقدر يروح العالميه. منهم ندى رايحه. هي الوالده لانك حكيت لي عليها بزاف. الوالده اللي هي اول مناصر لك وديما تدعي لك باش تنجح. ان شاء الله البرنامج هذا يفتح لك باب الخير باذن الله. ان شاء الله. فكاين ابواب بزاف ان شاء الله. الابواب كلها تفتح لك. ان شاء الله. في ختام الحلقه نتمنى لك التوفيق وترجع لنا بالبوم وتكون عندنا برك الاكسكلوزيفيتي، يكون عندنا باذن يكون عندك راي ان شاء الله. اذا حبيت دير ان ديو هاي لك منين صوت اشباب. شكون تحب دير ان ديو منين صوت اشباب؟ لازم نسيها. فقط